دعاء في القرآن من أنفع الأدعية، لأنه ينطبق على كل أحوالنا. أنا وأنتي إما أن داخلين فمر ولا خارجين منه، داخل البيت وطالعه منه، داخله العزيمة وطالعه منها، داخل الوظيفة وبطلع منها، داخل الحياة وبطلع من الحياة، داخله إلى مشروع تجاري. ادعي دعوة في سورة الإسراء: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اجعل دخولك وخروجك لله وبالله، تدخل وأنت تقول أدخلني مدخل صدق، اجعل دخولي دخولا صادقا، وكن معي يا الله، نيتي فيه خالصة وقولي فيه صادق وصحيح وتصرفي فيه صائب، وأخرجني مخرج صدق واجعلني أطلع وأنا طالعة وأنا مخلصة لك، ولساني صادق في كل كلمة أقولها، وتصرفي صائب. أدخلني مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا حجة وبيان، انصرني يا الله. هذه الدعوة من أنفع الدعوات، احرصي عليها كثيرا في كل أمرك.